ألف مبروك للمملكة المغربية بالصحراء المغربية التي هي في الأصل مغربية، وانتصار قوي في مجلس الأمن الدولي البارحة وتصويت عدد كبير من الدول للسيادة المغربية. صراحة تاريخ يقول الصحراء مغربية منذ قرون. مبروك علينا، مبروك علينا اليوم. انا ما غاديش ندير اليوم بزاف ديال التحليل، التحليل ساليناه، تنقولوا الشيء ديال القانون الدولي والتحليل وقرارات مجلس الامن هادشي ساليناه صافي، سالينا هادشي، يعني هادشي صافي، ما بقيناش غادي سالينا، سال هذا الموضوع صافي سالينا. انما غادي نديروا واحد الدردشه، وباش حتى انا، لانه في الحقيقه الواحد كيحس براسو يعني بحال شي وليد صغير. الفرحه ديال واحد، يعني الواحد مشاعره وعواطفه وقلبه غيخرج غينقز من بلاصتو. الحقيقه كنت في لقاء دابا مع يعني الرمضاني ومع الاخوان وهذا ديال الميدراديو، تعطلت واحد شويه، وكان عندي لقاء تلفزيوني اخر قبل، فلذلك تعطلت عليكم شي شويه. ولكن انا اللي مهم عندي داكشي اللي كنا تنقولوا، ها هو هذا كنا تنقولوا من ايام بيننا، ها هي صافي سالات القصه. واش كنا كنقولوا لكم راه الحل هو الحكم الذاتي، راه هذا الموضوع راه ما غادي تجنيو منه غير الريح، راه ما غتصوروا والو من المغرب، راه كتضيعوا غير في الوقت. دابا عندهم خيار، الا بغاو يستمروا في نفس العقليه وفي نفس الدنيا راه غيزيدوا يضيعوا المزيد من الوقت، ويزيدوا يعني يتحملوا المزيد من التكلفه. بغاو يديروا عقلهم، راه جلاله الملك تكلم، اعطاهم واحد الاطار جديد اخر للنقاش اللي ممكن يعني يتحل به المشكل بدون ما يعني نضيعوا الوقت، بدون ما نزيدوا يعني مزيد من تضييع الوقت. القرار فيه الكثير من الكلام، الطريقه ديال التصويت فيها الكثير من الكلام، التصويت ديال الدول فيها الكثير من الكلام، يعني كاينين بزاف د الحوايج ممكن نقولها، ولكن غادي ما غنضيعوش الكثافه وما غنضيعوش يعني هذه اللحظه ديال الجميله هذا نضيعوها بندخلوا بهذه التفاصيل. لان عندنا امامنا نتيجه 1975 المغرب صفى الاستعمار وتفتح عليه النزاع. في 2025 31 اكتوبر 2025 المغرب صفى النزاع. انا هذا هو عنوان ديال كتابي ان شاء الله اللي غادي نحط فيه هذه الصفحات، هذه الكرونولوجيا ديال هادشي. عندنا تصفيه الاستعمار وعندنا تصفيه النزاع. صفينا الاستعمار، دابا كنصفيو او صفينا النزاع بسالات القصه. يعني لو ما كناش كنقولوا لهم هذا الشيء نتلاموا، كنا كنقولوا لهم هادشي. شحال من مره انا كنت الاخوان انتم كتلوموني كتقول لي ما تفيقهمش ما توريهمش، كنا واش كنقول هادشي؟ شحال ديال التعليقات كانوا كيعلقوا لي الناس يقولوا لي ما تفيقهمش ما تقول لهمش. يا ودي راه ما كيفهموش، راه ما باغينش يتصنتوا، راه ما باغينش يسمعوا، راه رضا المتعنت غايه لا تدرك، راه اللي يشد معك العكس راه واخا تقول ليه ما عرفاش شنو، ما كيبغيش يفهم، ما كيبغيش يسمع. لانه انت كتكلم مع واحد، واش عرفتوا شي لو كانوا كيلعبوا غير ضامه، لو كانوا كيلعبوا ضامه كانوا يفهموا انه المغرب نهار طرح المبادره ديال الحكم الذاتي في 2007 ضام، المغرب ضام وشد لهم الواد. 2007 ضام وشد لهم الواد وبقى كيلقط فيهم بشويه 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 تدار لهم نسا. يعني شحال ضيعوا ديال الوقت، شحال ضيعوا ديال الموارد، شحال ضيعوا ديال المقدرات ديال الشعب الجزائري، شحال ضيعوا في الاخر. ها هو كلشي سالا وكلشي انتهى، صفي النزاع، سالت القصه، سال كل شيء. وفينا هما اللي كانوا تيقولوا لنا راه تكذبوا، راه هذا وهذاك، وفينا هما هذوك كلهم يعني المحللين ديالهم والناس اللي ما خلاو يسبوا فينا ويشتموا فينا التعيه، وقال لك اسيدي حنا غير تنكذبوا وتنقولوا غير هذه غير دعايه وهذه غير هذا. يعني حنا كنتكلموا اليوم، واللي كان كيتكلم تيقول لك واش كيقول لك كاين واش كاين شي قرار ديال الامم المتحده كيعترف هذا قرار يعترف بمغربيه الصحراء، قرار اممي تيقول لك الصحراء مغربيه، وهذاك النزاع اللي مفتعل الحل ديالو هو الحكم الذاتي في اطار السياده المغربيه. سالينا وتويته ديال تغريده ديال ترامب خلوه ما قالوا، يعني هادشي بزاف. والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. شعبي العزيز، بعد 50 سنة من التضحيات ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء
والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وإنه من دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تقليد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء والذكرى 70 لاستقلال المغرب. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى القويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية. شعبي العزيز، لقد قلت في خطاب سابق إننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، فالدينامية التي أطلقناها في السنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة. ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع، كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم، وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار ومحورا اقتصاديا في محيطها الجوي بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء. واليوم ندخل والحمد لله مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن بالمبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع. إذا متابعينا الكرام، كما شفتوا أول تعليق للتونسي فتحي المولدي بعد انتصار المملكة المغربية على الجزائر في ملف الصحراء المغربية التي لم تحتاج أي قرار قبل ولا بعد، لأن السيادة المغربية منذ تاريخ المغرب يتكلم على تاريخ الصحراء، لأن المغرب في صحرائه والصحراء مغربية بشهادة الجميع. إذا متابعينا الكرام، كما شفتوا ردة فعل الإعلام الجزائري اللي ما تسطرش لهم بعد انتصار المغرب على الجزائر، وكذلك المشاركون في هذه مجلس الأمن الدولي من الجزائريين اللي كانوا كيتسناو رأي آخر بعد انتصار المغرب على الجزائر في قضية الصحراء المغربية. صراحة ما تصوصاش لهم في هذا الانتصار التاريخي اللي شهدوا العالم للمملكة المغربية لهذا الفوز والانتصار العظيم. إذا متابعينا الكرام، بغيتكم كانوا ترضوا لي الإعلام الجزائري أسفل الفيديو، وصلوا هذا الفيديو 18 لايك باش يطلع الفيديو وشوفوا الإعلام العربي والإعلام العالمي.